أعزائي متابعين العزومة، أهلا بيكم حلقة جديدة من عزومة مع تومة. الحلقة النهاردة من مكان أقل ما يقال عنه إن هو مكان عريق جدا. المكان ده جزارة ومطعم. المكان ده له ذكريات عند كل دمياطي. المكان ده تخيلوا عمره قد إيه؟ المكان ده عمره 160 سنة. انتم متخيلين الرقم؟ جزارة الكيلاني بدأت من حوالي 160 سنة، يعني من القرن ال19. مطعم الكيلاني مشويات وأكل شرقي، وجزارة الكيلاني مكان في تصوري أنا الشخصي من أهم الأماكن في المجال ده على مستوى الجمهورية. ده في تصوري بجد، وده نتيجة مقومات كتير جدا إن شاء الله هنشوفها النهاردة سوا وهنتابعها وأحاول أشرحها لحضراتكم على قد ما أقدر. النهاردة إحنا في قرية الكيلاني للمشويات. القائد بنفسه اللي جايب. تسلم ايدك يا حبيبي. حسين تومة بقى وحركات. ها شايف يا باشا الشغل ده؟ العيش انتوا اللي عاملينه صح؟ هلا يا باشا. داخله ما تطمنش صراحه، انا اتخضيت. عليها الطلاق بنت انت اتخضيت. طب حاجه زغنطوطه كده، ايه ده؟ كمل عليا تعال. بس هم بدأوا معانا بورقة اللحمة. ورقة لحمة طبعا دي بتبقى خضار معمول بطريقة معينة كده، ولا هو سوتيه ولا هو متسبك. بس هو بالأمانة يعني أنا نفسي يعني إيه أشوف الشخص اللي اخترع ورقة اللحمة ده. يعني الورق إحنا اتعودنا عليه إن الورق ده بنكتب عليه بنذاكر، إنما ورقة لحمة إنه يحط يعني الورقة جواها لحمة وجواها خضار. فالدماغ دي جابها منين الفكرة دي؟ كمية الخضار منزلة العصارة بتاعتها على اللحمة، بتبقى مدية للحمة طعم تاني خالص مختلف عن أي طريقة أكل. ورقة اللحمة عند الكيلاني هنا بتتعمل بشكل تحفة. يعني زي ما قلت لكم بالظبط، اللحمة شاربة من مجموعة الخضروات اللي معاها، فمديها لها طعم جديد خالص. طعم ولا هو طعم تسبيكة ولا هو طعم لحمة مسلوقة. طعم ورقة اللحمة بيبقى مختلف تماما عن أي طعم. الصينية دي بقى صينية تاريخية. دايما بنتكلم عن ورق العنب بالكوارع، ودايما انا كنت بقول انا مش فاهم ايه علاقة ورق العنب بالكوارع. يعني ورق العنب حاجة كيوت قوي، حاجة رقيقة قوي، وفي نفس الوقت الكوارع حاجة دسمة جدا وضخمة جدا. فاللي عمل الميكس ده برضو حد يعني مش عارف دماغه برضو جابته ازاي، وفي الاخر طلع حاجة طعمة قوي. هم حطوا مع ورق العنب والكوارع حطوا عكاوي، فدي بصراحة اول مرة اجربها. يعني احنا جربنا دي الوحيدة ودي الوحيدة، فهنجرب كده ايه. طبعا حتة العكوة لازم تتاكل، تسيب كل حاجة وتاكلها كامل. بس خلاص ما عادش وصف، والله ما عادش وصف. يا نهار ازرق. العكاوي تحس ان هي فيها حاجه كده زي تسلسل وظيفي، فالتسلسل ده كل مفصله منه لها دور معين. يعني اللي فوق دي بتدلعك، اللي بعدها بتمتعك، اللي الزغنطوطه خالص دي بتهزر معاك. يا خرابي يا دين النبي يا مصيبتي. يا خراشي. لا الطاجن ده بجد حكايه رهيبه بجد. الكوارع بعدين انت بتاخد ورق العنب وبعدين كوارع وبعدين عكاوي وبعدين ترجع تاني يا باشا. لا انا قاعد هنا شويه ثواني والله مش ممكن. يما يا عم شايفين اللي انا فيه؟ وده بجد ولا بلاستيك؟ ده بجد والله. تحس انه مرسوم رسمه طابلوه فني. كتف حنيز. والله زي ما بقول لكم. تخيلوا هو ده تقريبا بقى اللي بيقولوا عليه لحم اكتفي من خيره. هو ده. يا نهار ابيض. انا مش عارف ابدا منين. طبيعي بقى ان الواحد يمسكه كده ويروح قاطم القطمه اللي انتوا عارفينها دي، اللي هي بتاعه الايه، بتاعه العصر الجاهلي.
هي دي المناسبة جدا لهذه المواقف، ولكن انا خوفا على حضراتكم من الصدمة العصبية مش هعمل ده. لا والله بجد طعم جديد خالص خالص، يعني يكاد يكون قريب مثلا من الاطعمه المدخنه، كانها اتسوت بالصهد. والتيست فيها عالي قوي وبهاراتها قليله، بس طعم اللحمه جميل 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 واضح قوي. يعني بقول لكم يا جماعه المكان ده اصوله من 160 سنه، ما بيلعبش يعني. بعد كده في عندنا رز معمر. الرز المعمر ده اللي هو بقى باللبن وبالقشطه بالكريمه اللباني واللحمه، ميكس غريب يعني فوق الغرابه بشويه، لكن هو دايما في من الموروثات الفلاحي بتاعتنا. يعني انا بص والله العظيم مهما هربت منه بيجي يعني الواحد بيهرب من الرز عشان ايه؟ عشان الدايت. ده الرز نفسه احلى من اللحمه، تحس ان هو الرز متعصج مع اللحمه مع القشطه، عامل منتج تاني خالص في حته تانيه خالص، ملوش اي علاقه لا بالرز ولا باللحمه. انا مش عارف انت بتاكل يا عم، اصبر بس هقول لك اهو، هجيب لك حته اهو. انت كل راسم على ايه؟ اخرك صباع محشي معايا يا جماعه. الرز المعمر ده قنبله والله، جميل جميل جميل. بالخل والثوم بمناسبه العيد بقى، كل سنه وانتم طيبين. اللحمه طبعا ممكن تبقى ضاني، ممكن تبقى بتلو، ممكن تبقى اي حاجه انت عايزها، معموله بقى بطريقه الفته اللي هي بتاعت دمياط. الفته في القاهره بتبقى دايما عليها صلصه اكتر. لحمه طعمه جدا ومسويه حلو جدا. ندوق الرز اللي بالثوم ده بقى ايه، متسقسق كده بالشوربه ومتروق. اللحمه بقى مخلعه ومقرمشه وعامله مع يعني عامله الواجب. بس هم عاملين فيها ايه ولاد اللذينه، مختلفه والله مختلفه. الاكله مهما كانت تقليديه، طول ما انت محترف في شغلك، طول ما انت شغال خامات فريش، هتعمل حاجه مختلفه. طبعا هنا في برضو ايه شويه مشويات، ما ينفعش تبقى عند الكياني وما تاكلش مشويات، يعني يبقى بتضحك عليك يا معلم. هندوق بس صباع الكفته بتاعهم على اساس ان احنا يعني. بصوا يا جماعه، كفته حلوه، مشويات حلوه، بس في ميزه اكبر دي موجوده في اي مطعم محترف، ان صباع الكفته ده انا باكله تقريبا بالجوده دي، بالوضع ده، بالترميله دي، بدرجه الفرم دي. ان الفرم بتاع الكفته درجات، في بيفرم وشين، في بيفرم وش واحد، في بيفرم فرم خفيف. الدرجه دي والطعم ده والتسويه دي والبهارات دي من غير اي مبالغه، من اكتر من 25 سنه وانا بجرب نفس الطعم ده، ما اختلفش. نفس الحلاوه، نفس الجوده. لو رحت انا اخدت من عنده الاوردر هيبقى بنفس المستوى ده. ناخد بس الريشه دي على السريع كده، والله ما محتاجه مضغ يعني. بص اهي، بص يا برنس عامله ازاي، بص بص بص. يعني ممكن تفتتها كده وتديها لطفل ياكلها في بقه. يعني انا بالنسبه لي الحلقه دي من احب الحلقات على قلبي والله، من غير هزار من غير مبالغه. ان المكان ده انا يعني اكلت فيه من سنين طويله، انا عرقت. بصوا يا جماعه، الطاجن ده اسمه ايه بقى؟ ده كان عايز حلقه لوحده على فكره. الطاجن ده اسمه مزاليكا. والله تخيلوا اسمه كوميدي. هي المزاليكا دي عموما بتبقى طريقه لطهي الكبد والكلاوي، سواء حتى بتاعت الطيور. يعني في بيعملوا المزاليكا دي كبد وقوانص، بتتعمل في طاجن طماطم بصل فلفله مش عارف ايه، بيسموها مزاليكا. وممكن تعملها في المقلايه، مقلايه. الطاجن ده بقى اعتقد هو كبده وكلاوي، مش هيبقى فيها مخاص يا جماعه للاسف. وقلب، كان قلبك فين وانت تعمل فيها كده؟ يا دين النبي، ايه ده بجد والله. بصوا مبدئيا المخاصي طعمها خزعبلي، تلاوي الحاجه شم النار، واحد يعني مسويها معلم، لان الحاجات المكونات اللي فيها كلها تشم النار تستوي، سواء الكبده الكلاوي المخاصي الخرابي.
وبط. يعني ما انتش طبعا عارف اقول لحضراتكم ايه على اللي بيحصل هنا. حرفيا مطعم الكيلاني النهارده بيستعرض عضلاته وبيقول اللي حصلني يكسرني. يعني انا بقى انت عامل لي فيها اكيل، طب في كذا وكذا وكذا وكذا. فالنهارده الكيلاني مقدم لي ده، طالب مني ان انا اقول له رايي بمنتهى الامانه. والجديد ان هو قال لي كمان ان البط والحمام ده من المزارع بتاعتهم هم، يعني الحاجات دي مش جايه من السوق. طبعا خبر بالنسبه لي انا مدهش. فاحنا هنبدا بالحمام. هنشيل الاول ده كده، خلي دي عندك كده في الامانه، ها اوعى تضيعها. بص يا باشا بقى، الحمام مبدئيا كده ده جاي من المزرعه بتاعتهم اللي هي مش عارف فين. يعني انا اعتبر ان المزرعه في طرانيس مثلا، مش شيلتنا. الرقبه بتاعتها تدي لك تيست على بس سخنه نار. اهم حاجه ان الحمام هتخلص من تحت ايدك، الموضوع منتهي، مش فيها اي حاجه. الله الله، فص خطير بجد والله، الفص خطير. طعم بص يا باشا عامل ازاي، بص يا باشا عامل ازاي. ده من قبل ما ادوقه كده حرفيا ده كبده. فص الصدر ده لا 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 لا, لا. ده والله بجد لا ايه ده. في كلمه كده بالبلدي بيقول لك الاكل له شمخه، هي دي لها شمخه. بطه دمياطي. البط برضو من الحاجات اللي صعب جدا ان انت تاكلها في مطعم وتعجبك، صعب جدا جدا. يعني النهارده برضو الكيلاني من ضمن الانبهارات ان هو عامل لي البط الدمياطي، وبرضو البط ده من مزارعهم. بسم الله. البط بقى الدمياطي يا باشا من الحاجات اللي بتخلينا في دمياط كده ايه، نفتخر. حاجه معموله باسمنا. يا خرابي قصرت عليها. بص يا باشا المرتة بقى يا عيني. البط برضو من الحاجات اللي لها شخصيه. يا لهوي سخنه جدا. ده انا فشولتها. فكره بقى المرتة اصلا فكره دمياطي، مفيش حد يعني، احنا اللي مبتكرينها. دمياطي يعني ايه؟ كما الكتاب قال. المرتة بتاعتنا العجيبه جايبين لي معاها الرز ده. دي يا معلم كانت عايزه رز ابيض وملوخيه وش، ما تقوليش بقى حركات. بس البطه نفسها حاجه محترمه. الفص نفسه عاجبني. البط اساسا معظم بره دمياط بيقول لك البط الحلو البط البلدي. اللي شديدني قوي قوي فيها فعلا فصها، نظافته، مفيش فيه بالبلدي كده، مش فيه زهامه. بلدي بط طعم فصه يقول ان هو تربيه حلوه بالامانه. يعني اقدر اقول لكم لازم تاكلوا عند الكيلاني عشانكم مش علشان.